النهاردة حصة التطبيق على الحلقة اللي فاتت اللي تم فيها شرح الكلمات، وهنسيب لينك الكورس بالترتيب في أول كومنت. English for you. Love it. Learn it. يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونلقي بالعبء على الحكومة وحدها في حل المشاكل. أول اختيار بيقول we should stand idly and put the burden on the government alone to solve problems. ثواني، هو بيقول we should stand idly معناها يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما أصلا في السؤال بيقول يجب ألا نقف، فبالتالي should هنا كانت المفروض تبقى جاية منفية، فالاختيار الأول غلط. الاختيار التاني بيقول we should stand idly and put the burden on the government alone to solve problems. ثواني، ايه لون دي؟ هي اسمها alone، فالاختيار ده غلط. وخدوا بالكم انه alone ال A لازقة في كلمة لون اصلا، يعني هي كلمة واحدة اسمها alone. We shouldn't stand idly and put the burden on the government alone to solve problems. الاختيار ده صحيح 100%. هو بيقول we shouldn't stand idly and put the burden، يعني يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي ونلقي بالعبء على الحكومة. وخدوا بالكم يا شباب، هو طالما نفى في الأول بكلمة shouldn't، فأنا مش شرط إن أنا أكررها تاني قبل كلمة put، يعني مش شرط إن أنا أقول we shouldn't stand idly and we shouldn't put the burden on the government. لا، احنا خلاص كده شبه المعطوف في اللغة العربية، احنا عطفنا فعل على فعل، فبالتالي لو الفعل الأولاني منفي يبقى الفعل التاني هو كمان منفي. We shouldn't stand ideal and put the burden on the government. ثواني، احنا قلنا مكتوفي الأيدي مش معناها ideal خالص، ideal يعني معناها مثالي، مكتوف الأيدي يعني idly، يبقى الاختيار ده غلط. يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث. تحثنا الأديان السماوية على التسامح والأخوة ونبذ العنف. Heavenly religions urge us for tolerance, brotherhood and non-violence. ثواني، heavenly religions دي جمع، يعني المفروض الفعل بتاعها ما كانش يبقى فيه حرف الأس، فبالتالي الاختيار الأول غلط. الاختيار التاني بيقول heavenly religions urge us for tolerance, brotherhood and violence. ثواني، كده بيقول إنه الأديان السماوية بتحثنا على التسامح والأخوة والعنف، يعني هي الأديان السماوية بتحثنا على العنف ولا عن نبذ العنف؟ فبالتالي الاختيار التاني ده غلط. طيب الاختيار التالت بيقول Heavenly religions urge us for tolerance, brother and violence. ثواني، احنا عارفين انه الأخوة يعني brotherhood، يعني ايه بقى اللي هو كاتبه ده؟ يعني ايه الأديان السماوية بتحثنا على الأخ؟ الاختيار التالت ده غلط خالص، لأن الأخوة اسمها brotherhood. الاختيار الرابع بيقول Heavenly religions urge us for tolerance, brotherhood and non-violence. الاختيار ده جميل جدا، الأديان السماوية تحثنا على كذا وكذا وكذا. طيب هنا مش حط حرف الأس مع heavenly religions لأن هي جمع، واستعمل brotherhood. طيب حد يجي يقول لي non-violence. non-violence دي معناها اللا عنف، اللا عنف يعني نبذ العنف، فهو هنا الترجمة مش بتبقى ترجمة حرفية، لا بتبقى ترجمة معنى، والكلام ده هنقابله في حاجات كتيرة جدا، فلما بنيجي نترجم بنترجم معنى وليس ترجمة حرفية.